قبل ما ابدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك، دعمكم يهمنا عشان نكمل. بيبدأ فيلمنا بان جو بيلاقي جثة على النهر، وبيروح يجيب عصاية ويحاول يطلعها من البحر، وبيساعده زميله في الشغل إليس. وبعد كده بيغطوا الجثة، وجو بيغطيها كأنه بيودعها. وبيروح جو يدخل المركب البضايع اللي عايش فيه مع إليس ومراته إيلا وابنهم تيم عشان يطلب الإسعاف، والإسعاف بيجي وياخدوا الجثة. ولما جت الإسعاف كان جو قاعد بيبص لهم، وفجأة رجل الجثة اتحركت فبيتخض جو، ولكن بيرجعوها تاني. فبتسأل إلا البوليس قال ايه، فيرد عليها إليس ويقول لها ان دي مش جريمة قتل لان مفيش اي علامات على جسمها. وبعد كده يبص جو على باب الأوضة على إلا وإليس، فيشوف ان هو عنده مشكلة مع إلا علشان ما بيديهاش حقوقها الشرعية. وتاني يوم لما بيقعد جو مع إليس يقوله جو ان اكيد الجثة دي وقعت في المية ما اتقتلتش. فقاله ايه اللي مخليك متأكد قوي كده؟ قاله طب ليه كانت بهدومها الداخلية؟ قاله يمكن كانت سكرانة ووقعت من غير ما تحس. بيشتغل إليس وجو في نقل الفحم، وبتيجي إلى كل يوم تديلهم مية علشان يستحموا بيها، وبعد كده كلهم يروحوا يتغدوا في المركب سوا. بس جو بيتحرش دايما بإلا من ورا إليس، وبيبص لها نظرات حب وهم قاعدين مع بعض. وبالليل بيروح جو مع إليس في البار، فبيقول إليس لأصحابه إنه لقى هو وجو جثة في النهر، وإنهم مش عارفين هوايتها. وفجأة جو يقوم قايم وماشي ويروح لإيلا في المركب، وتضعف إيلا قدامه وتدخل معاه في علاقة. وإليس يجي من بره ويلاحظ إن إيلا مراته تصرفاتها غريبة وبترد عليه بطريقة مش كويسة، فيسيبها إليس ويروح يقعد مع صاحبه جو، ويفتكروا ساعتها الجثة اللي لقوها في النهر، ويفتكر جو البنت كاسي اللي قابلها واللي نشأت ما بينهم قصة حب قوية جدا. وعلى المركب تاني يوم يقعد جو ويقرا كتاب، وفجأة وهم على المركب بيشوفوا زي احتفال، فيقول لهم إليس ان هو حابب يروح الاحتفال ده، فيتحمس جو ويقول لهم تمام انا ما عنديش مانع. لكن إيلا تقرر ان هي ما تروحش معاهم الاحتفال. وهناك وهم في الاحتفال إليس بيعرف جو على اصحابه، وبيقول لاصحابه ان جو قاعد بيشتغل معاه في البحر حوالي شهرين. بعد كده جو بيتسرب منهم وبيرجع البيت لإيلا وبيصحيها من النوم، وبتضعف تاني إيلا للمرة التانية وبتدخل معاه في علاقة، وبتخون إليس وهو بره. وهو نايم معاها بيفتكر جو قصته مع كاسي يوم ما قابلها وقالت له انت مسافرتش الصين ليه؟ قال لها ان هو بيشتغل على النار. فقعدوا سوا وقالت له ان هي قاعدة عند زميلتها في السكن، وسألته انت ليه بتشتغل في النار؟ معقولة انت تشتغل في النهر؟ لكن مردش عليها للمرة التانية. وبعد كده راحوا اتمشوا على النهر، وكانت هدوم كيسي الداخلية نفس هدوم الجثة اللي ماتت. وبيروح تاني يوم تيم المدرسة، مامته بعد ما بتحميه بتوديه المدرسة، وبتقلق إيلا جدا عليه وبتكون خايفة عليه جدا، فيهون جون عليها. وبعد كده يطلع المراية اللي كيسي ادتهاله، وبتكون كاتبة عليها فكر فيا لما تبص لنفسك انت حبي للأبد. ويفتكر جو ساعة لما كان هو وكيسي على النهر، وبيفتكر لما كانت بتقوله ان هي حامل وعايزاه يتجوزها علشان الطفل اللي في بطنها، لكنه رفض وقال لها انه ما بيحبش المسؤوليات، وانكر الطفل ده يكون ابنه. وسألها انت اكيد تعرفي حد غيري؟ قالت له اه، واحد سباك اسمه دانيال، لكن ما حصلش حاجة ما بيني وما بينه. فقال لها لا احنا مش هينفع نكمل مع بعض، فجريت وراه فقام زقها لكنها وقعت في النهر غصب عنه. وبعد كده خاف وجدانه يدور عليها وينادي لكن معرفش ينقذها، فاخد هدومها وراح رميها في النهر، ورمى شنطتها في النهر عشان ما يكونش معاها اي اثر ليها. وتاني يوم وجو وإليس على النهر بيقروا خبر ان دانيال سباك متهم بقتل جثة النهر، وان اللي اكتشف الجثة 2 من مركب بضائع. فبيرجع جو جوه المركب وبيقابل إيلا، وبيكون خافي وبيترمي في حضنها، وبيدخلوا في علاقة مع بعض. وفجأة يدخل عليها إليس ويكتشف خيانتهم ليه، فيهجم عليه عشان يضربه، فيعتذر له جو وقال له انه هيلم هدومه ويمشي من المكان ده. فرد عليه إليس وقال له انه هو اللي هيمشي من هنا. وتاني يوم بيحط جو مع إيلا البضايع وبيساعدها في نقل المركب. وبعد كده بيدخل جو جوه المركب وبيقعد مع نفسه في الليل،
وبيفتكر أيام ما كان مع كاسي لما كان بيهزر معاها وبيهز المركب بهزار علشان يخوفها، فتقوله كفاية أنا مبعرفش أعوم وبخاف من البحر وانت عارف كده. وبيقرا جو إن جلسة محاكمة دانيال اتحددت، وبتقرا إيلا معاها الجورنال وبتشتم في دانيال، فبيقول لها جو إن هي ما اتقتلتش وإن هي وقعت. فاستغربت إيلا وقالت له انت عرفت منين وليه مهتم قوي كده، فسكت وما اتكلمش معاها وما ادهاش اهتمام. ويجي إليس لإيلا تاني يوم ويطلب يشوف تيمب، فترد إيلا وتقوله تقدر تروح تشوفه في المدرسة. وبتقول إيلا لجو إن هي هتطلب منه طلاق لأنها ما بقتش طايقاه وزهقت منه. وبعد كده إيلا بتعرض عليه إن هما يبيعوا المركب ويحوشوا فلوس ويسافروا لبلد تانية، لكن جو بيسيبها وما بيردش عليها وبيبان عليه إنه ما يكونش متحمس للفكرة. وتاني يوم لقى جو إيلا جاية وزعلانة، فبيسألها إيه اللي حصل. قالت له إن زوج أختها مات في حادثة من أسبوع والجواب لسه مبعوت والمفروض تروح تزورها. فحضنها جو وهون عليها، وفعلا راحوا البيت عشان يعزوها، لكن كانت أختها لابسة لبس مش محتشم. وعرفتها إلى إن هي وجو هيتجوزوا قريب، وبتاخد إلى أختها تقعد عندها أسبوع في المركب علشان تغير جو. وهي على المركب مع جو بتقنعه إنهم يروحوا بار بالليل. قال لها ماشي هنروح البار بس بشرط إنك ما تقوليش لإيلا إننا رايحين البار وإننا هنروح السينما. وفعلا بتسبقوا وين على البار وبتروحوا تقعد وتستناه. وفجأة لما جو يجي بتقع منه صورة كاسي، فتسأله وين هي دي حبيبتك القديمة، فيقول لها أيوة لكن أنا مش عارف أتخلص من ذكرياتها لحد دلوقتي. وبيرجعوا تاني على البيت، لكن إلا بتكتشف إن هما سكرانين، فتعرف إنهم راحوا البار من وراها فتتضايق، ويحاول جو يصالحها لكنها ما تتجاوبش معاه وما تصالحوش. وبيروح جو البار وبيسمع اللي هناك يقولوا إن دانيال مجرم وإنه لازم يتعدم في أسرع وقت. لكن بيفتكر ساعتها جو كاسي لما كانت بتيجي من الشغل تعبانة وهو كان ما بيشتغلش وكان قاعد بيعتمد عليها وبياخد كل فلوسها، فكان بيتضايق. وبيفتكر لما كانت بتقوله ان انت ما بتشتغلش وانا اللي بصرف عليك في كل حاجة وانت كده مش راجل لانك ما بتصرفش، فيتعصب عليها وفضل يضربها وساب لها البيت ومشي. وبعد كده جو يروح من البار ويمسك صورة كيسي ويحرقها علشان ما يفتكرش اي ذكرى ليها. وبعد كده بيروح جو ويرجع على المركب، فبيلاقي وين بتقوله ان إيلا راحت عند إليس، فمشي وساب لها المركب ولم هدومه ومشي جو من المركب خالص. وبعد كده راح على البار ومعاه شنطة هدومه، فواحد شافه وقاله انت اكيد بتدور على مكان تسكن فيه. قاله ايوه. قاله خلاص تعالى عندي اسكن عندي في البيت. وبيروح معاه جو، لكن هناك عينه بتزوغ على مراته، لكن هي كانت بتحاول تتجنبه وتبعد عنه تماما. وبعد يوم صاحب الشقة بيقوله عن ميعاد محاكمة دانيال، فبيقوله انت هتروح؟ قاله اه انا مهتم اعرف ايه اللي هيحصل في المحكمة. وبعد كده فعلا جو يروح للمحكمة، وأثناء الجلسة بيطلع جو المراية اللي كانت مديهاله كاسي، وبيفتكر كاسي وبيفتكر أيامه معاها. وبيشوف جو صديقة كاسي وهي بتقدم شهادتها في المحكمة وبتقول إنها كانت على علاقة بدانيال وكانت قبله وحيدة لأن حبيبها الأول سابها وراح الصين. وبيفتكر جو ساعة ما كان بيودع كاسي وبيقول لها إنه مسافر الصين وإن هو مش هيقدر يشوفها تاني، وساعتها حضنته لأنه حب عمرها وهيسيبها ويمشي ومش هتشوفه تاني. وبعد كده بيقرر جو ان هو يمشي ويرمي كل الذكريات في البحر علشان ما يفتكرش كاسي تاني. فساعتها شافه إليس وعرض عليه ان هو يشتغل معاه في النهر. وباقي المحاكمة استدعوا إليس علشان يقول شهادته، فقال لهم انه لقى الجثة مع زميله جو اللي كان بيشتغل معاه على المركب وبيشوف جو إلى في المحكمة، يعني معنى كده ان هي رجعت لإليس. وتاني يوم في المحكمة بيقول القاضي ان تم فحص النسيج اللي تحت ضوافر كاسي ولقوه مطابق لمواد قميص دانيال وان كان في اثر علاقة من بينهم. ففرح جو ان ظنه في محله وان كاسي كانت في علاقة معاه، يعني الطفل ده مش ابن جو. ولما استجوبوا دانيال قالوا انه كان معاها من مدة قبل الحادثة وانه ما راحش للنهر. وساعتها بيعرف جو ان دانيال كلامه صح، لكن المحكمة كدبت دانيال. وبعد كده جو بيروح البيت وبيحس بتأنيب ضميره وبيقرر ان هو يكتب جواب وبيعترف فيه انه كان لوحده مع كيسي وان الغرق ده كان حادثة ما كانش قتل، وانه مش هيقدر يعترف عن اسمه عشان ما يتمسكش ظلم زي ما حصل مع دانيال، وان دانيال بريء.
ورمي الورقة عند السكرتير من غير ما حد ياخد باله. لكن في المحكمة برضو بيدينوا دانيال، والمحكمة بتصدر حكمها الأخير وهي الإعدام. وبيتصدم جو وما بيقدرش يتكلم من خوفه، وبيفضل قاعد عاجز في المحكمة، وكله بيمشي من المحكمة وهو اللي بيكون قاعد مش عارف يتصرف ازاي وبيكون مصدوم. وبيمشي جو من عند صاحب الشقة وبيتمشى بعد كده على النهر، وبيقرر ان هو يرمي المراية في البحر علشان ينسى اي ذكرى بيفتكر كيسي بيها ويتخلص من كل ذكرياته.